زهقتي من الطواجن ومن الشوربة؟ طب جربيهم ستريبس وهتتفاجئي من طعمهم. ستريبس الجمبري والسبيط بكل بساطة وسهولة وبالتتبيلة الشقية. يلا نشوف عملناه ازاي. وأول حاجة نحضر التتبيلة بتاعتنا. معايا معلقة كبيرة من الثوم وعليها معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة والبابريكا. افتحي نفسهم بنص معلقة صغيرة شطة عشان يبقى سبايسي، وكمان رشة ملح وعصير ليمونة كبيرة، وهقلب كده التتبيلة كويس قوي. ونيجي بقى للجمبري. معايا جمبري قشرته وسبت فيه الديل والراس، وكمان غسلته كويس قوي ونضفته من خيط الرمل. نتبل بقى الجمبري بتاعنا بمعلقة كبيرة من التتبيلة الخطيرة اللي حضرناها مع بعض، ونغلف كويس قوي الجمبري. وكمان معانا سبيط برضو غسلته ونضفته بنفس الطريقة. هحط عليه معلقة كبيرة من التتبيلة وهقلبه كويس، وبس كده هما جهزوا معانا. معانا 3 كوبايات دقيق هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الكمون والكزبرة والبابريكا والثوم البودر ورشة ملح. اقلبهم كويس واجيب بولة تاني فيها كوباية مية ساقعة هنزل عليها كده ب3 معالق من الدقيق اللي لسه محضرينه مع بعض، وهقلبها كويس قوي علشان ده الخليط اللي هنغمس فيه الجمبري بتاعنا والسبيط، وقوامه بيبقى خفيف كده ما تقلهوش. ونرجع للدقيق بتاعنا، هضيف عليه كمان معلقتين كبار من النشا، ونجيب بقى الجمبري بتاعنا ننزل فيه كده في الدقيق. وعشان ياخد معانا الكراست اللي من بره ده لازم نغلف الجمبري كويس قوي، ونفضل كده نقلب فيه من فوق لتحت بالشكل ده علشان يتغلف كويس قوي بالدقيق. وهجيب بقى مصفى وهبدأ كده اخد الجمبري وهنفضه كده من الدقيق كويس قوي بالمصفى. وانزلي يا ست الكل بالجمبري بعد ما نفضناه كويس كده من الدقيق في التغميسة اللي لسه محضرينها مع بعض. يا دوبك كده هنحطها ونقلب كده الجمبري فيها، وكده خلاص على طول هنبدأ بقى نصفيه ونرجعه الدقيق تاني ونقلب فيه بنفس الطريقة علشان ياخد طبقة تاني من القرنشة كده ويبقى تحفة. وبعد كده ما قلبناه هنصفيه كمان مرة في المصفى علشان بقى لما ينزل الزيت ما يوسخش الزيت على طول. بصوا بسم الله ما شاء الله، واخد طبقة قرمشة تحفة في زيت بقى غزير، ويكون الزيت سخن. واول ما ننزل الجمبري كده فيه نهدي النار شوية، يعني يبقى متوسط علشان الجمبري يستوي. وبس كده بتطلعيه وبيبقى تحفة. نعمل بقى السبيط بتاعنا بنفس طريقة الجمبري بالظبط. بحط السبيط في الدقيق واصفيه كده من الدقيق زيادة، واحطه بقى في التغميسة بتاعتنا بالشكل ده بكل بساطة وسهولة. وبجد الطريقة دي سهلة وبتخلي طعم الجمبري والسبيط في حتة تانية خالص، هتتفاجئي بجد من طعمه. وبنفس الطريقة نرجعه تاني للدقيق وبس كده، وعلى الزيت على طول. ولو الزيت بتاعك بقى فيه حروقة بتصفيه وترجعيه تاني تقلي فيه. وبصوا بقى تحفة بسم الله ما شاء الله. الأفضل علشان يفضلوا مقرمشين تطلعيهم من الزيت في مصفى يصفوا الزيت براحتهم خالص. وبس كده ده الشكل النهائي للجمبري والسبيط الستريبس. تحفة بجد، طعمه في حتة تانية خالص. لو عجبكم اعملوا لي لايك ومتابعة وقولوا لي رأيكم في التعليقات.